طبعا وعدناكم من فتره ان احنا لازم هيكون معانا مواهب عز الشباب بشكل دائم وبشكل اكتر بكتير، وعشان كده النهارده يمكن مخصصينها كمان فقره مونولوجيست او مونولوج. معانا النهارده اتنين شباب، هما الاتنين من المنصوره صدفه، والاثنين مونولوج صدفه، والاثنين لابسين تيشيرتات قريبه من بعض برضه صدفه. ولكن خليني اعرفكم بالشباب الموجوده معانا النهارده. معانا مونولوجيست محمد شو، ومعانا مونولوجيست زيزو. منورين يا شباب. ايه الاخبار؟ صدفه غريبه مش كده؟ فعلا شويه. قول لي، خليني ابدا بمحمد. قول لي موضوع المونولوج بدا معاك ازاي؟ البدايه بالنسبه لي انا كنت في ابتدائي مثلا، كنت بحب انا اتفرج على تقليد ممثلين، مونولوجيست حلمي المليجي، حاجات زي كده، اقعد اسمعه، اجيب شرايط كاسيت اسمعها، كلام زي كده. حبيت الموضوع بقى، ابتديت اقلده وهو بيقلد الممثلين، وبعد كده الموضوع بقى زاد معايا في الفصل، مثلا اقلد ممثلين لاصحابي، حاجات زي كده. طلعت بعد كده في المعهد، بعد كده ابتديت اشتغل بقى في افراح وحاجات زي كده. طب حلو. وبدات الموضوع يبقى بالظبط كده بقى في بروفيشنال بقى وكده. ما شاء الله. وانت يا زيزو؟ يعني ما بداش معايا من فتره كبيره، وبدا معايا برضه بالصدفه. كنت دايما بقى وانا صغير اللي هو مثلا مدرس قفشت مثلا عليه افيه بتاع، اقوم بقى اقعد اكرره بتاع لحد ما كذا مدرس قفشني من الموضوع ده. لكن تقليد ممثلين معينا كنت بتاخدها بدايه ممثلين ولا كنت واخدها اشخاص اكتر؟ لا كان اشخاص الاول. يعني مثلا قدامي واحد مثلا عمل قدامي حركه معينه، بمسكها له بقى، امسكها له زي لحد ما يزهق هو منها بقى. بس وبعد كده اللهم صل عليك يا نبي. بس بعد كده بقى جيت عشان ممثلين، جت بالصدفه بقى. انا دايما شغال في جمعيات خيريه في المنصوره وكده، فاتزنقوا مره فطلعت عشان الاسئله للاطفال وبتاع، فبدات بقى معايا تيجي واحده واحده بقى، وممثل بيجيب ممثل. حلو. نقله بتاع كده. طب ما اتفرجنا على حاجه. افرجكوا على حاجه معينه ولا اللي انت عايزه؟ بسم الله. وانت واقف وانت قاعد، بص اللي انت عايزه ولا يهمك، عادي ولا يهمك. بيتك يا سيدي ولا يهمك. بمناسبه ان احنا في العيد، هنعمل حاجه اسمها بنطلون كرومبو اتسرق في صلاه العيد. كرومبو خارج من صلاه العيد وبيقول ايه؟ النهارده وانا خارج من صلاه العيد قابلتني مشكله كبيره. لقيت موكشه ابن اختي بيقول لي: الحقنا يا خالو، بنطلونك اتسرق اصلا يا خالو، فين البنطلون يا جدع؟ ايه؟ بنطلون كرومبو اتسرق وهو خارج من صلاه العيد. شكيت في كل اللي حواليا، ولما سألت الأستاذ وحيد سيف قال لي: يا راجل فيه يا باشا، مش معقول الله كل شويه تيجي تقول لي البنطلون ما ينفعش يا بني ادم، والله العظيم انا فاتح مركز تعليم الكلاب الهواء، والله العظيم الله فيه يا بني ادم، لا مش كده كل شويه كده. خلاص يا استاذ وحيد. ولما سالت الاستاذ كمال الشناوي قال لي: لا 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 لا، أنا غلبان الله يخرب بيتك، ده مش كلام. أنا كل ما أقول أنا رايح أصلي العيد يتهموني مرة في سرقة جزمة ومرة في سرقة بنطلون، كده كتير 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 كتير. أنا كنت شكيت في سناء جميل، كانت خارجة من عند الحريم وكانت ماسكة بنطلون رجالي، ولما سألتها قالت لي: لا لا يا حماده، لا يا حبيبي، يا بابا، مش معقوله كده، كل الناس بيتهموني. انا كنت جايبه بنطلون العيد متاخر عشان الواد حموك شابني. لا كده كتير، صدقوا بابا، صدقوا بيبي حبيبي، لا. خلاص 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 يا سناء يا جميل. ولما سالت الاستاذ عبد الفتاح الاسري قال: بص يا خي، انا الراجل وكلمه لا يمكن تنزل الارض اب. انا قلت للولايه سناء جميل اني رايح اشتري بنطلونين، بنطلون للواد اسماعيل ياسين وبنطلون تاني لي انا عشان مقاسي اكبر منه شوي. وبعدين يا كرومبو انت بتلبس 2 اكس وانا بلبس 3 اكس لارج يا اخوي، ولا انت ايه رايك يا سمعه؟ لا والنبي يا اخويا انا جاي اصلي واروح لوحدي. لا والنبي يا اخويا مش معقوله كده خالص. سلام عليكم تاتي تاتو تاتي تاتو. لا والنبي يا اخويا. خلاص خلاص يا سمعه. ولما سالت الاستاذ يوسف عيد قال لي: مش النظريه يا عم الحق، النظريه اني جاي اصلي العيد زي كل الناس اللي موجوده دي. مش معنى ان انا خارج ببنطلون غير البنطلون اللي انا داخل بيه يبقى انا سرقت البنطلون يا عم الحاج، مش معقوله الكلام ده اصلا. يعني مش انت اللي سرقت البنطلون؟ والله ما انا اللي سرقته، انا شاكك في الاستاذ القرموطي هو اللي ممكن يكون سرق البنطلون وجاي يتكلم في الموضوع ده، ولا انت ايه رايك يا قرمط؟
صباح الفل يابا، معلش احنا بنتكلم يا عم الحاج. البنطلون ده انا ما اعرفش عنه اي حاجه يابا، لكن انا شاكك ومتاكد من واحد بس، يمكن هو اللي يكون سرق البنطلون. ومعلش احنا بنتكلم يا عم الحاج، وارمط يتحدث. مالك انت وماله يا محمد يا نجم؟ يا راجل شفيق يا راجل، انا راكب دقن واخش عليهم في الاستوديو جوه، مش هيعرفوا ان انا يابا اللي سرقت البنطلون، مع اني ما سرقتش حاجه خالص. خلاص 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 يا محمد يا نجم، انا عرفت مين اللي سرق البنطلون. لا وانت كمان عرفت. اتصل بيا على 0 مفيش، اطلبني ما تلاقينيش. وشكرا يا جماعه. حبيبي اتفضل. بصوا يا شباب، احنا هنحميها جدا وهتبقى باتل ما بين الاثنين، فنخلي محمد شو يخش على طول ويورينا بقى اللي هو ايه محضره. وتحدي بقى. القصه ان امينه خرجت وسابت البيت، والسيد رجع لها في البيت مكسوره وكده. السيد يحيى شاهين دخل عليها قال لها امينه، ايه اللي خرجك يا امينه؟ ايه اللي مرقدك في السرير؟ ايه اللي كسر رجلك انطقي؟ العفو والسماح يا سي السيد، انا يا اخويا قاعده على النت بفتح الفيسبوك بتاعي، لقيت الشله بعتين لي رسايل قالوا لي لازم تنزلي في المظاهرات يا امينه. رحت يا اخويا ضاربه البرموده على الباض الكارينا وخارجه يا سي السيد. خدت الموتوسيكل الصيني بتاعي بعمل 5 في ميدان التحرير، رحت واقع على رجلي مكسوره. ده اللي كسر رجلي حتى عادل ادهم، واساله مش كده يا عادل؟ والله يا سي السيد انا ماليش دعوه، انا صحيح كنت قاعد في السايبر، انما انا كنت بلعب المزرعه السعيده يا سي السيد. يعني رسائل امينه انا ما بعتش، اللي بعت الرسائل دي هي واحده سناء جميل، مش كده يا سناء؟ مش معقولة يا عادل اللي انت بتقوله ده، لا لا لا. ايه يا عادل، انا صحيح كنت قاعد على الكمبيوتر، لكن انا كنت بدور على عريس ولقيته عثمان عبد المنعم بتاع المنصورة، مش كده يا عثمان؟ ما تحرجنيش، عدم اللا مؤاخذة اني كنت فاتح جهاز الكمبيوتر بتفرج على الفيديو كليب بتاع روبي. البنت بكل ذوق وادب واحترام، كل ما تقول له يرد هو لا، ده واجب اللي بعت رسالة هو واحد يوسف عيد، مش كده يا يوسف؟ مش النظوية يا عم الحاج، مش النظوية ان انا جبت الايميل بتاع نعيمة بس ما بفهمش في الكمبيوتر، جبت واحد قلت له عوفني، بص لي من فوق لتحت وقال لي ده لحد جبوب اكلمه، وبعدين هو ده بتقول لك ليه بيضوي كده وهي مش بتضوي حاجة ابدا. اللي بعته يا سادة طاحب على الفتاح القصوي، مش كده يا عبده؟ يا صلاة النبي يا صلاة النبي، انا ساعة كنت قاعد على الكمبيوتر انما كنت بتفرج على الفيديو كليب بتاع مر، لقيتها بتقول له ما بتعرفش. طب ما انا بعرف يا ستي، اللي بعت رسائل هو واحد عبد الله، مش كده يا عبده؟ وانا اصلا بفهم في حاجه خالص لما افهم في النت. وبعدين انا كنت قاعد قدام الكمبيوتر عشان عدل حانل، والواد طلع اقرع زيي، ينفع ارجعه واجيب واحد بشعر وادفع الفرق؟ اللي بعت الرسائل ده هو واحد محمد سعد الليمبي، مش كده يا الليمبي؟ قال له انت من امك، انت بعت ولا انا ما بعرفش اقعد على النت لما اجيب ست قطاطه تقعد معايا تراك ست في الحكايه دي. قطاطه يا حبيبي يا عقل يا مصيدني، فضل قافل على نفسه الباب معتصم 5 ايام، لا اكل ولا شرب ولا نوم ولا حموم، عفن. ورحت وطلعت وكنا هنبلغ الحكومه، رحت خارج لي بناء قد كده، رحت له بصدري قلت له يا ولد ياد ماليش غير نحمله، طلع لها شعر في صدرها يا ولد يا ولد يا وسخ والنبي، ورحت واقفل حاجه زي كده يعني قطط. طبعا اكيد بياخد وقت كتير للترتيب، لان انت مش بس بتقلد فنان، انت في نفس الوقت بتحاول تألف مواقف كمان، يعني مش انت لازم تعمل حوار يعني ايه تعشقهم مع بعض، بحيث يبقى حوار كلهم بيتكلموا في حاجه معينه وبتناقش حاجه معينه، اقصد يعني بتناقش قضيه مثلا معينه، بتناقش حكايه معينه. يعني مثلا اتكلمنا في التقليد ده عن الثوره
والحاجات وكده. الحكايه كده لازم تعمل حكايه يتكلموا فيها مع بعض. بتاخد وقت منك قد ايه انك تبتدي تالف يعني المونولوج على بعضه؟ يعني ان انت تقعد كل شويه يبقى عندك جديد، بالذات ان انت بتقول انك بتشتغل في افراح، وبالتالي جزء من شغلك انك لازم يبقى عندك جديد، والا مش هيبقى دي مشكله. لازم يبقى عندي جديد كل فتره معينه، والا مش هستمر. لان مثلا بروح حفلات مثلا في بلاد معينه، لازم لو جيت مثلا في يومين قريبين من بعض لازم اقول حاجه. فالموضوع بياخد وقت كبير يعني. وبعدين احنا شعب اصلا دمه خفيف، فصعب ان انت تضحكه. فعشان تجيب افيه يضحك ويعلم مع الناس وكده الموضوع صعب. طب يعني مش بياخد وقت معين، بس بياخد ترتيب كتير. زيزو، انت عايز تشتغل في المجال ده يعني غاوي للدرجه دي، ولا انت واخدها كهوايه اكتر؟ لا، انا من صغري وانا غاوي تمثيل اصلا. تمثيل مش تقليد. تمام. اشتغلت بقى مسرح مدرسه، مسرح جامعه، الدنيا ماشيه معايا كده اصلا. بس فانا لقيت يمكن التمثيل في عندنا مثلا في المنصوره ناس كتير قوي بتمثل من زمان وما بتظهرش ومش واخده حقها. فلما لقيته ربنا نعم عليا بمية التقليد، او ان انا ممكن اتحكم في طبقات صوتي واطلع اصوات واعمل كده، فاخدتها ممكن تكون سكه للتمثيل اصلا اللي انا بسعى له من البدايه يعني. فاهم؟ ممكن اخدتها زي طريق او سبيل انه يوصلني لكده يعني. انت بتدرس ايه؟ انا في كليه تجاره. كليه تجاره. فكرتش تروح مثلا معهد التمثيل او تقدم فيه ولا؟ يعني في البدايه حاولت اخش معهد التمثيل بعد الثانويه العامه، لكن البيت بقى وكده لازم شهاده ومش لازم شهاده. اكتر الناس في الشعب المصري اللي حبوا الموضوع ده ما وصلوش للمعهد بسبب مشكله البيت يعني. بس مش اكتر. ناوي تخلص تجاره مثلا وتروح باذن الله التجاره، وبعدين ان شاء الله المعهد. ثانيه لسه. ثانيه باذن الله. وعندك كام سنه؟ 20 سنه. لا انت تلحق ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. يعني الموضوع يبقى لطيف يعني. ان شاء الله. طيب انا عايز محمد نسمع حاجه كمان. طب اوكي. لو مثلا نقول انا قاعد ماشي اوكي. طيب لو فرضنا ان انا عندنا في المنصوره كان في حاجه اسمها وصل الدش. تمام. وصل الدش دي قنوات في المنصوره بس في كل حته. تمام. فالقنوات بتدخل في بعضها. فانا قاعد في رمضان بتفرج على المسلسل العربي، كان في يوسف شعبان بيطلب ايد واحده. على القناه الثانيه كان في عالم الحيوان. الاثنين دول دخلوا في بعض. شوف التداخل ده حصل ازاي. يوسف شعبان كان بيطلب ايد واحده وبيقول يا عمي أنا طالب إيد بنتك من أول ما شفتها وحسيت إنها جاموسة تتحرك في ليونة، ونوع غريب من الحيوانات النادرة تعيش في قلبي يا عمي. يا عم أنا مبسوط وأنا قاعد وبكلمك وحاسس إن أنا قاعد قدام قرد كبير يتغذى على الفول السوداني والموز، يتنطط من شجرة الموز إلى شجرة العيلة. أنا عارفها كويس، وعرفت إن عليكوا عيلة كبيرة قوي. عرفت إنها مجموعة من السحالي تعيش في البرك والمستنقعات، وهي تأكل فول والطعمية. دول مش هيدخلوا بيتنا. بنتك اللي تؤمر بيه لو طلبت كل يوم تاكل بره هاكلها. مجموعة من الديدان الطفيلية التي تتطفل على الحيوانات خالتها وعمتها. دول يشرفوا في أي وقت على دماغي. الشقة واسعة، أنت عارف أنا هسكن بنتك في حديقة الحيوان بالجيزة. والحاجة اللي مطمناني حاجة واحدة بس، إن عرفت إن حماتي دي عقرب سام يلدغ ثم يموت بعده الإنسان، وإلى لقاء آخر في عالم الحيوان. يعني هل في اكتر من فورمات بقى كده؟ يعني في طبعا الفورمات اللي هو الشكل الاولاني اللي احنا شفناه، اللي هو نجم بيسلم لنجم في اطار قصه معينه. تمام. التلفزيون برضو من الحاجات اللي يعني ممكن تاخد بالك منها، اللي هو تداخل القنوات بشكل عام. في اي حاجات تانية مثلا موجوده او حاجات انت بتحاول تقدمها في الموضوع ده؟ في مثلا تداخل قنوات. في حاجه تانية، لو مثلا بنتفرج على ماتش الاهلي والزمالك وعلى القناه الثانيه في مثلا نشره الاخبار، على قناه ثالثه في برنامج طبق اليوم. ثلاثه دول لو دخلوا مع بعض نشوف برضه التداخل ده لو اتقال هيبقى ازاي. ماتش الاهلي والزمالك حصل فيه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي انساتي سادتي، نحييكم ونقدم لحضراتكم مباراة القمة، مباراة الاهلي والزمالك. تشكيل الفريقين يتكون من مجموعة من الوزراء والسادة اعضاء المجالس المحلية في جولة تفقدية في مطبخك. النهارده بتلم الخضار اللي عندك وتغسليه في حوض البحر الابيض المتوسط. اما من جهة اخرى الجهة اليمين يا جماعة، بركات عامل شغل جامد وبيرفع رفعة حلوة تنزل على راس توني بلير والرئيس اوباما لبحث وضع القوات الامريكية في فرن البوتاجاز، وتسيبهم لحد ما يتحرقوا خالص، وتلم الزباله اللي عندك في المطبخ وتحطيها على دماغ الحكم زي اللعيب. وانا شايف الجماهير سايره في وسط الجماهير مين؟ رؤساء الدول العربيه لبحث قرارات مجلس الامن التي تميزت بالكوسه بالبشاميل اللي بيحبها جوزك، وتلم البطاطس اللي عندك وتغسليها وبالسكينه تنزلي على راس نتنياهو والمجموعه الاسرائيليه الوزاريه. زيزو سمعنا حاجه سريعا.
حاجه سريعه. ممكن نغني لفؤاد مثلا. ماشي. تقليد مثلا نغني لفؤاد. اقف. زي ما انت عايز. تمام. سريع بقى. روح هناك بقى ما دام هتقف. اعتب عليا ده انا راضي باللي تقوله، دي دموع عينيا سهرانه الليل بطوله، على ان عيني ايام بعدنا يطولوا، ده انت كل اللي ليا من يوم بعدنا ما نامتش عيني ليله، ده احنا اللي بينا يا حبيبي سنين طويلة، كان قلبي خايف عايش ما بيده حيلة، ولا حتى ارتاح شوية، حبيبي الحياة جاية وانسى اللي فات، هقولك حاجات واحكي لك بالساعات، في بعدك قاسيت وياما قلبي داب، وجيت لك بلاش تقسى عليا. شكرا. حبيبي. شباب بشكركم جدا. زيزو